اهلا بيكم. معكم شيرين جمال. واهلا بيكم في قناة ساندي جراف اللي هنقدم فيها مجموعة من الدروس المختلفة لبرامج الجرافيك المختلفة. واول برنامج هنقدم له مجموعة من الدروس هو الفوتوشوب. وحبيت ابدأ معاكم الفوتوشوب الاول بجزء نظري عن الصور والفرق بينها، والصور عن الصور ومفهوم الريزوليوشن والفرق بين انواع الصور سواء الفيكتور والراستر والامتدادات بتاعة الصور. بس حابة انوه عن حاجة، ان في نهاية كل درس يبقى فيه جزء كده نطبق اللي احنا اتعلمناه، وهيكون متابعة بتاعة الدروس والتطبيقات دي من خلال صفحة حقق حلمك مع ساندي. اللينك بتاعها هيكون موجود في الوصف بتاع الفيديو او الديسكريبشن اللي موجود للفيديو. طيب هنبدأ اول حاجة بالعرض بتاعنا. تعلم الفوتوشوب بسهولة مع ساندي. طيب هنبدأ بأول مفهوم عندي الريزوليوشن. لو أنا جيت بصيت على الصورتين دول، الريزوليوشن ده عبارة عن ايه؟ عبارة عن عدد البكسل في مساحة معينة. طب يعني ايه بكسل أصلا؟ أول كده هلاقي إن أي صورة بتتكون من نقاط لونية بنسميها بكسل، اللي هي مربعات اللي هنا واضحة قوي وهنا مش واضحة. طيب كل ما عدد البكسل ده زاد، كل ما عندي الصورة بقت أوضح. يعني لو أنا شفت الصورة دي هلاقيها هي دي، بس دي أوضح بكتير من دي نتيجة ان الريزوليوشن بتاع الصورة دي عالي، عدد النقاط او عدد البكسلز بتاعتي هنا كتير جدا، فبالتالي اعطياني وضوح للصورة. لكن هنا عدد النقاط او البكسل بتاعتي، النقاط اللونية او البكسل بتاعتي اقل، فبالتالي الصورة بقت بنقول عليها مبكسلة. طيب ده هيفيدني في ايه في الفوتوشوب؟ ان انا لما اقول لك نزل صور معينه، هقول لك نزلها بصور تكون هاي ريزوليوشن، علشان لما مهما اكبر فيها ما تعمليش المشكله بتاعه البكسله دي، او الصوره تبكسل مني وتبوظ لي التصميم بتاعي. تمام. هندخل على حاجة تانية، ايه الفرق ما بين انواع الصور؟ في عندي نوع من الصور راستر ونوع ايه فيكتور. طيب لو جينا بصينا للصورتين دول هلاقي ان الراستر اللي هي بتبقى عبارة عن مجموعة من النقاط زي ما احنا قلنا البيكسلز جنب بعضها بتديني الصورة بتاعتي، لكن الفيكتور بتبقى عبارة عن خطوط ومنحنيات. نشوف واحدة كمان، دي واضحة قوي، دي هيها، بس دي راستر ودي فيكتور. هلاقيها انها دي مكونة من خطوط ومنحنيات، لكن في الراستر هلاقي ان الفيكتور مكونة من خطوط ومنحنيات، ولكن في الراستر هلاقيها مكونة من نقاط لونية. طيب نشوف كمان مثال نفس الحكاية بالنسبة للراستر وايه والفيكتور. امتداد الصور بتبقى موجودة على الجهاز بامتداد. طب ايه هو الامتداد ده؟ اللي هو اخر 3 حروف بالاسم. طب الامتدادات بتاعتي ممكن تكون ايه او ايه؟ ممكن الاقي صور بامتدادات PNG او GIF. طب لو جينا بصينا هلاقي ان ملهاش خلفية، ودي هتنفعني قوي في التصميمات بتاعتي. الخلفية بتاعتها تقريبا شفاف، لكن ودي برضو الخلفية بتاعتها تقريبا شفاف. يبقى احنا دلوقتي عندي امتداد الصور، وكانت الامتدادات بنوع PNG او GIF بلاقي الخلفية بتاعتي شفافة، هتنفعني قوي وهتسهل لي قوي الشغل بتاع التصميم بتاعي. طيب نشوف بقى امتدادات اللي بتكون بالGPG او GPEG. هلاقي ان خلفية ان ليها خلفية زي مثلا في الصورة بتاعت ميكي دي، هنا ليها خلفية بيضة، او في الصورة بتاعت الاميرات دي برضو ليها خلفية بيضة. خلاص هنشوف دلوقتي بعض الامثلة اللي اقدر بعض الامثلة للصور اللي دمجتها بالفوتوشوب، عشان احنا بعد كده هنعمل زيها واحسن منها كمان. صورة زي دي وصورة ميكي دي هدمجهم مع بعض هيطلع لي الصورة دي، او صورة زي سندريلا مع المية، لو دمجتهم وحطيت شوية تأثيرات هيديني الشكل ده. كل ده هنعرفه وهنعمل زيه احسن. طيب او صورة سندريلا مع صورة الورد لون الاخضر والاضاءات، هلاقيها بقت بالشكل ده وهي بقت جزء منها. تمام. طيب اول درس بقى هنتكلم فيه عن ايه؟ الجزء العملي بتاعنا. هنتعرف على
فتح البرنامج، ازاي افتح البرنامج، ازاي اتعرف على الواجهة بتاعته والاشرطة بتاعته، اشرطة الادوات بتاعته، ازاي افتح صورة، وازاي اعمل ملف جديد. هنبدأ دلوقتي الجزء العملي بتاعنا، ان انا افتح برنامج الفوتوشوب وابدأ اتعامل معاه. اول حاجة هروح على قائمة ستارت واختار all programs، هلاقي الفوتوشوب ادوبي فوتوشوب CS6، دي النسخة اللي احنا هنشتغل عليها. هلاقيها موجودة على طول عندي، لكن لو انا منزل اكتر من برنامج لشركة ادوبي هلاقي فولدر مكتوب عليه ادوبي، وهلاقي فيه كل البرامج بتاعة ادوبي، فانا ما عنديش الا فوتوشوب هو اللي نزل دلوقتي، هو اللي هشتغل عليه. بفتحه، ومجرد ما بيفتح البرنامج هلاقيه بيفتح بالصورة بتاعتي دي. اول حاجة هلاقيه بيتكون من شريط القوائم اللي هو اللي موجود فوق ده، شريط القوائم زي اي برنامج. طيب تاني حاجة هلاقي فيه شريط اللي هو الاوبشن دوت، وده شريط الادوات ومجموعة من النوافذ اللي عندي، وهعرف ازاي اتعامل معاهم. طب فرضا انا عايز احرك حاجة مكان حاجة، مجرد ما بروح على الشريط بتاع الادوات ده مثلا، انا مش عايزه هنا، عايزه الناحية التانية، مجرد ما اضغط كليك شمال وبسحب بيبدأ يتحرك معايا في المكان اللي انا عايزه. طب انا سبته هنا خلاص، بلاقي له في اكس صغيرة طلعت، لو انا عايزة اقفله لو المساحة عندي بتاعتي كبيرة. طيب ممكن برضو دول ابدأ احركهم من مكانهم خلاص. طيب انا عايز اثبته في المكان التاني الناحية التانية اهو، افضل اتحرك كده لحد ما الاقي العلامة اللبني اللي بدأت تظهر دي، الخط اللبني ده، اقوم سايبه، اقوم شايل ايدي من على الكليكة فهو ثبت في الناحية دي. والناحية التانية برضه نفس الحكاية، ابدأ اتحرك لحد ما الاقي اللي هو الشريط اللبني ده ظهر، يبقى كده هقدر اثبته في المكان ده خلاص. طيب هلاقي ان انا عندي هنا في سهم صغير كده خالص، هنا في سهم صغير خالص، لو ضغطت عليه ده هلاقيه فتح لي الويندو دي وكبرهولي، ضغطت عليه تاني صغرها، طب ضغطت عليه ده صغرهم، علشان كل ده عشان انا يعني يبقى عندي مساحة كبيرة اقدر اشتغل عليها. طيب انا طبعا بوظت الدنيا كده، هاخد ده مثلا وهقفله كمان مش عايزه، واقول ده كمان انا مش عايزاهم كلهم، ما تقلقوش. طيب افرض فتحت البرنامج لقيته كده برنامج بايظ، لا، كل اللي انا هعمله علشان ارجعه للصورة الاصلية بتاعته، بدخل على قائمة ويندو وبدخل على ورك سبيس وبختار ريسيت اسينشال، يعني يرجعها لي زي ما كانت، رجعت الدنيا جميلة زي ما كانت اول ما فتح. لو انا عندي عايز اشيل الشريط بتاع الاوبشن ده خالص مضايقني، اقوم عامل علامة هنا، اضغط كليك اشيل علامة الصح دي، يبقى خلاص مبقاش موجود. طيب مش عايز الشريط بتاع التولز بتاع الادوات اللي هو دوت، فهعمل كليك هيتشيل. طيب مش عايز انا اي ويندو من دول، كل واحدة متعلم عليها علامة صح دي موجودة هنا. طب انا مش عايز الادجستمنت دي مثلا، طب مش عايز الكولر، مش عايز اللاير. طيب الدنيا باظت عندي وبقت الدنيا فاضية خالص، اعمل ايه؟ من فايل من ويندو، اختار ورك سبيس واختار ريسيت اسينشال، يبقى انا كده رجعت كل حاجة زي ما كانت. وده عشان افتح بقى صورة موجودة عندي على الجهاز، بدخل من فايل وادخل اوبن، اروح على مكان الصورة اللي عندي، انا عندي الديسكتوب، عندي فوتوشوب فوتو فور توتوريال دي مثلا، ادخل على كرتون، هختار اي صورة انا عايزها وافتحها، تكون بتاعت ميكي دي. لا دي ان دي جميلة جدا بالنسبة للتصميمات بتاعتي، لان الخلفية بتاعتها شفافة، فهقدر استخدمها زي ما انا عايز. ده لو انا عايز افتح صورة موجودة عندي على الجهاز. طيب بفرض ان انا عايز اعمل ملف جديد، فبدخل من فايل بختار له نيو او كنترول وان. فايل نيو ده بيدين كذا حاجة. اول حاجة النيم، ممكن اسمي الفايل ده من دلوقتي واقول مثلا وليكن فوتو 1. هنا البريسيت المقاسات بتاعته، يعني ممكن يكون international paper اللي هي المقاسات العالمية اللي هي زي ال A4 و A5 A6 A3 على حسب المقاس اللي انا عايزه.
او ممكن يكون فوتو مقاسات صور معينة 2x3 4x6 ايا كان، او ويب او موبايل ايا كان البريسيت اللي انت عايزه. فانا هختار دلوقتي انترناشونال بيبر اللي هو A4. هلاقي ان هو بيديني وايتس بتاع الفايل بتاعي هيبقى 210 مثلا هنا، وهايت 297، وهنا بالمليمتر. ممكن اشوفها بالبيكسلز، ممكن اخليها بالانش، ايا كان اللي انا عايزه. الريزوليوشن اللي اتكلمنا عليه اللي هو عدد النقاط اللونية. عدد النقاط اللونية دي اللي هو الفوتوشوب ما بيتعاملش الا مع الصور الراسر. الفيكتور بيكون لها برامج تانية زي الاليستريتور. احنا النهاردة بنتكلم في الفوتوشوب، فبيتكلم في الراستر اللي هي بتتكون من نقاط من بعضيها اللي هي اسمها البيكسل. فالريزوليوشن عندي هنا بيبقى حلو قوي. 300 ده لو انا بعمل الملف بتاعي او التصميم بتاعي هيتعرض على شاشة خلاص. لكن لو التصميم بتاعي هعمله علشان طباعة، فالريزوليوشن الاحسن او الستاندر او اتفق عليه ان هو بيكون 72. طبعا الريزوليوشن بيكس بير انش او بيكس بير سنتيمتر، يعني بيكسلز، عدد البيكسلز في الانش الواحدة او عدد البيكسلز في السنتيمتر خلاص. فهنخليها زي ما هي. الار جي بي اللي هي الكلر مود. الكلر مود دي في انظمه لونيه كتير، بندخل جوه البرنامج هنعرف عنها اكتر. فانا دلوقتي هخليها على ار جي بي، وعلشان انا هعرض الحاجات دي على شاشه فيبقى ريزوليوشن 300 وكلر مود ار جي بي. طيب الباك جراوند كونتنت، المحتويات بتاعتي هخليها هنا وايت او باك جراوند كلر او ترانسبيرنت. وايت يعني ابيض، باك جراوند كلر يعني لما ندخل طب البرنامج هنقوله ترانسبيرنت اللي هو شفاف. فانا طبعا هخليها وايت زي ما هي. خلي بالك هنا بيديك الايمج سايز، المساحة بتاعة الصورة بتاعتي على طول. فهقول له اوكي. عطاني الملف بتاعي، لقيته بالخلفية بتاعتي اللي هي البيضة. لو جيت بصيت على اللونين دول هلاقي هنا في foreground color وهنا background color. فانا لو جيت عملت فايل نيو وهخلي كل حاجة هسميه فوتو 2 بس عشان افرق ما بينه وبين التاني، وهنا اخترته A4 واخترت المقاسات بتاعته كله بس خليت الباك جراوند كلر، خليته باك جراوند كلر. واشوف هيطلع باللون ايه. لقيت الباك جراوند بتاعي طلع لي باللون الاحمر خلاص. يبقى ده اهم حاجة او اهم جزئية ان انا ما ابدأ اعمل اي تصميم اكون عارف المقاسات بتاعتي اللي انا هستخدمها، الانظمة اللونية اذا كان RGB اذا كان هيتطبع ولا اذا كان هعرضه على الشاشة، عشان هيفرق في الريزوليوشن والRGB بتاعه والكلر مود بتاعه. بس ده اللي انا عايزة اقوله لك النهاردة. كمان في حاجة بس، ازاي احفظ ملف. يعني انا عندي دلوقتي فوتو 1 وفوتو 2 احفظهم بقى. او ادخل من فايل save as، لو انا دي اول مرة بحفظها بيبقى save او save as، وهختار المكان بتاع الحفظ بتاعي وليكن هيكون على الديسكتوب، هسميه فوتو 2 خلاص. هو نزل بالاسم بتاعه هقول له save. لو جيت نزلت ده كده وبصيت على الديسكتوب هلاقي ده شكل الملف بتاع الفوتوشوب خلاص. طيب ممكن احفظ التاني كمان، فايل، خلي بالك هنا السيف مش متنشطة، انا ما عملتش عليه تعديل. ماشي save as، وهختار مثلا في الفوتوشوب اقول له ماشي، هو كان موجود واحد قبل كده ماشي مش مشكلة، يبقى كده تمام. وكل اللي انا عايزاه بقى منك النهارده او الجزء التطبيقي او العملي مجرد انك تفتح الفوتوشوب وتتعرف على الشكل بتاعه عامل ازاي، تفتح ملفات، تفتح صور جوه الفوتوشوب بس مش اكتر. وده بالنسبة لاول درس، ومستنياكم باذن الله في الدرس التاني قريب جدا.